اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الجو حر ومش عايزين نقف في المطبخ كتير. عايزين اكلات سريعه وخفيفه كده، ما نقعدش في المطبخ مده طويله ان احنا نفضل واقفين مستنيين الاكل يخلص. لا، احنا عايزين اليومين دول ناكل اكلات خفيفه خالص وكمان سريعه. وطبعا الفشة من الأكلات اللي مش الكل بيحبها، لكن لو جربتيها بالطريقة دي هتحبيها وكمان هتستمتعي بأكلها. حطيت الفشة مع حتة لحمة راس وحتة لسان على البوتاجاز، وسبتهم يغلوا غلوتين علشان يطلعوا الريم اللي فيهم، عشان نستخدمهم في الأكلة بتاعتنا النهاردة. أكلة خفيفة وسريعة كده. أول حاجة كده قطعتها البصل. طبعا بتقطعي البصل التقطيعة اللي انت حابة تستخدميها، رفيع ناعم يعني في الكبة، في شرايح كده بالسكينة زي ما انا قطعته. يعني على حسب ما انت حابة تستخدمي ايه. وكمان قطعت فلفل حراق. طبعا لو انت عايزة تستخدمي فلفل بارد مفيش مشكلة. تمام كده. بعد ما قطعت الفلفل، انا عامله فلفل سبايسي وفلفل بارد يعني الاتنين مع بعض. نقطع الفلفل بقى تقطيعه ناعمه شويه، ونحطه كمان جنب البصل. طبعا احنا بنقطع الخضار اللي احنا هنستخدمه في اكلتنا النهارده سريع سريع كده. وكمان علشان ما نقفش كتير على البوتاجاز وهو مولع. معايا كمان كام فص توم، همسكه مفرومهم كده ناعم، وكمان معايا حته جنزبيل. هفرم كله مع بعضه لان الاكله ديت محتاجه مننا ان احنا كده ندخل عليها بقلب جامد، لانها اكله فظيعه وطعمها يجنن وريحتها كمان تجنن. هفرم بقى الجنزبيل والثوم فرم ناعم خالص. وكمان هحطه جنب الفلفل. طبعا الخضار اللي انت حابه تستخدميه في اكلتك، ممكن تستخدمي فلفل الوان لو موجود عندك، ممكن تظبط الاكله كده وتخليها في مزاج عالي. بعد ما فرمت الثوم والجنزبيل مع بعض، قطعت كمان طماطم، والطماطم هنا اختياريه، لو حابه تستخدميها استخدميها، لو مش حابه تستخدميها ممكن تستخدمي مكانها معلقه صلصه. هقطعها برضو ناعم كده بالسكينة، مكعبات صغيرة خالص، يعني علشان ما تبانش قوي في الأكلة بتاعتي. قطعتهم كده ناعم. وممكن تفرمون في الكبة او على المبشرة، يعني على حسب انت حابة سمكها قد ايه، بس انا قطعتهم ناعم جدا. تعالوا بقى نقطع الفشة بعد ما اديناها غلوة. اول حاجة حتة اللسان كده قطعناها حتة شرايح صغيرة علشان ما تاخدش معانا سوا. وكمان حتة لحمة الراس. الأكلة ديت ناقصها حتة كرشة، وكمان حتة من القلب، وتبقى معانا أكلة كمونية فظيعة. بس أنا حبيت إن أنا أستخدم الفشة بس في الخفيفة كده سريعة، ما تاخدش معانا وقت وإيه. وكمان ما نقفش كتير في المطبخ، لأن لو ضفنا بقية المكونات هناخد وقت كتير في المطبخ. قطعت بقى الفشة وحتة لحمة الراس وحتة اللسان قطع صغيرة كده. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل فيهم ايه. حطينا الطاسه بتاعتنا على البوتاجاز او ايا كان، حله او اي حاجه انت بتحبي تستخدميها. حطيت ماده دهنيه، اي ماده دهنيه اللي انت حابه تستخدميها برضو. حطيت شويه زيت وكمان معلقه سمنه بلدي علشان تدينا طعم حلو كده ولذيذ في الاكل. نسيب بقى الزيت والسمن البلدي يدوبوا او يسخنوا علشان ننزل عليهم ببقية مكوناتنا. احنا النهاردة الاكلة زي ما قلنا اكلة خفيفة وسريعة. فاول ما تسخنوا معانا هنزل عليهم كده بالثوم والجنزبيل الاتنين مع بعض. اول ما بتحطيهم كده بتشم الريحة بقى بتبقى فظيعة. الجنزبيل مدي طعم حلو جدا لل للفشه. وطبعا بقى ايه، لو ما عندكيش جنزبيل ممكن تحطي جنزبيل بودر عادي، وممكن تستخدمي التوم بس من غير الجنزبيل. نزلت كمان بالبصل واديتهم تقليبه، اشوحهم بس تشويحه بسيطه. وانزل كمان بالفشه بتاعتي واديهم برضو تقليبه. هنا بقى هنزل بقى بالتوابل، هديهم تقليبه الاول وانزل بقى عليهم بقى بالتوابل بتاعتي، التوابل اللي انت حابه تستخدميها. بس الاول هنشوح الفشه مع البصل تشويحة كويسة كده، ونديهم تقليبة كويسة كده لحد ما الريحة بتاعت التوم بتاعتي والبصل تدي الفشة بتاعتنا. طبعا هننزل بقى بالتوابل اللي قلنا عليها. اول حاجه كده هننزلها بشويه كزبره او شويه بهارات وشويه بهارات مشكله، وكمان شويه قرفه مديها تست عالي جدا. لو حابه ان انت تستخدمي بهارات صحيه هنا ممكن تستخدميها. بس خلي بالك تشيليها قبل ما تغرفي الاكل علشان ما تجيش تحت ضرس حد. وكمان شويه بابريكا. طبعا لما بحط التوابل بديها تقليبه كده عشان ايه التوابل بتاعتي تدي طعم حلو للفش.
وكمان شوية فلفل اسود ده لازم علشان يديكي طعم يجنن، وكمان شوية الملح. وكده التوابل بتاعتي خلصت. هنزل بقى بالفلفل السبايس اللي احنا قطعناه، او الفلفل بارد، او فلفل الوان، يعني على حسب انتي مقطعه ايه حابه تستخدميه من الفلفل في الوصفه دي. اديتهم بقى تقليبه. هزودهم بقى طماطم، واديهم تقليبه كمان، وازودهم كمان كوبايه، نص كوبايه ميه، علشان الطماطم واللحمه بتاعتي تستوي كويس وتتسبك كويس، ويبقى طعمها حلو. ما يكونش فيها اللحمه بتاعتي ما تكونش مستويه، ممكن اللحمه بتاعتي تشرب السوائل الموجوده في الاكله، وكمان ما تستويش. فخلي بالك حطي نص كوبايه الميه دي. وطبعا انا حطيت معلقه واحده بس من الصويا صوص، مديها طعم برضو حلو. هنجيب بقى نص كوباية المية، او اللحمة بتاعتك على حسب ما هي هتستوي ازاي، ممكن تزوديها تاني. وانت لما بتيجي تشوفيها استوت ولا لا، ممكن لو لقيتيها لسه ما استوتش ممكن تزوديها كمان نص كوباية مية. غطيتهم بقى وسبتهم لحد ما يستووا، علشان برضو لسه الاكلة بتاعتنا لسه فيها تكملة، لان عايزة ادلع نفسي كده واعمل اكلة محترمة. هنا بقى لما لقيتها استوت، نزلت عليهم كده بطاطساية واحدة بس، قطعتها مكعبات كبيرة شوية، مش يعني هي متوسطة. نزلت بيها بقى وغطيتهم، سبتهم لحد ما يستووا ويبقى كده مع بعض طعمهم تحفة وريحتهم تجنن. بصي بقى ريحتهم تجنن. هنا بقى هي استوت، هنزل عليهم بشوية بقدونس مفرومين ناعم، واديهم تقليبة واغطيهم واسيبهم دقيقة واحدة، وخلاص كده كده هي استوت معايا. تعالوا بقى نغرفها ونشوف طعمها عامل ازاي وريحتها عاملة ازاي. طعمها وريحتها يجننوا. تعالوا بقى نغرفهم في الطبق. شايفين هي هتنزل معايا كده في الطبق بانسيابية خالص، ومش يعني بصي شايفين الجمال تحفة، لونها تحفة وريحتها تجنن وطعمها يجنن. جبت معاها بقى شوية زيتون والعيش البلدي، وخلاص على كده. ورشة الجرنش بتاعنا من فوق كده شوية بقدونس، وخلاص على كده. كده الأكلة بتاعتنا خفيفة وسريعة، وكمان مش مكلفة. انتي بقى لو حابه تعملي معاها طحينه، لو حابه تعملي معاها سلطه بابا غنوج، او اي حاجه من انت حابه تستخدميها هتستخدميها. بس هي هنا مش محتاجه اي حاجه خالص غير الزيتون المخلل، وكمان العيش البلدي. شايفين الجمال تحفه. يلا بقى روحي اعملي لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. ويلا باي.